اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. ادعوا لي يا جدعان قربت تتفك. هنتكلم النهارده عن القهوه بس بشكل مختلف خالص غير بقى كل مره. القهوه مش بس مشروب بيصحيك، دي كاشفه وبتفضح وبتعري كل الناس اللي قاعده. هنتكلم باحترام. بتعرف منها اللي قاعد قدامك ده بني ادم ولا كيس شيبسي فاضي. في نوع غريب جدا اكيد كلنا بيعدي علينا الناس دي، اللي بيطلب قهوه وتلاقيه مطلع من جيبه سكينه صغيره عشان يفتح بيها كيس السكر، ولا كانه في مهمه رسميه في سينا، وتلاقيه بيقلب السكر اكنها قنبله وبيفك الشفره بتاعتها. ساعات يبص لك ويقول لك انا مش بشرب غير القهوه التركي الاصلي، بس هو في الحقيقه ما بيحبش القهوه اساسا، بيحب يتمنظر يعيش الدور. وفي بقى نوع تاني اخطر، اللي بيطلب القهوه عشان يصورها. عارفكم هو مش جاي يشرب، هو جاي يعمل فوتو سيشن. تلاقيه قاعد 10 دقايق يظبط الفوكس وهوب صورها، تلاقي ستوري على جميع منصات التواصل الاجتماعي. مفيش حاجه بتداوي الوجع غير فنجان القهوه، وهو اصلا لسه عليه حساب القهوه. هو حرفيا ما شربهاش، هو بيسيبها وبيمشي، خلاص خد المصلحه منها. تلاقي فنجان القهوه يا عيني قاعد بيعيط على الترابيزه هو. وفي بقى شخصيه معروفه لازم تلاقيه قاعد على الترابيزه ومعاه لابتوب وبيعمل نفسه ان هو بيشتغل، وهو اصلا فاتح جوجل وكاتب يعني ايه فريلانسر. اشتغل نفسه، انا قلت بيشتغل نفسه. واول ما تحط له القهوه تلاقيه قلع السماعات ويديك مود ان في اجتماع دولي شغال، وهو في الحقيقه مستني الواي فاي يلقط. اشتغلنا والله. وفي بقى اللي بيشرب 5 فناجين قهوه في اليوم، ده مش بني ادم، ده فحمه مولعه كده. وعلى طول تلاقيه بيقول لك القهوه مش ادمان، دي اسلوب حياه. يا راجل هو بيشربها وهو بيعرق، ساعتها بيبقى وشه محمر ومش طايق نفسه، بس يقول لك انا تمام بس الجو حر شويه. حر يا معلم، انت قلبك بيقف يابا. اوعى تنسى اول فنجان عملته لنفسك في البيت وقلت لنفسك اجرب اكون محترف، ورحت تجيب بن برازيلي من عند بتاع البن، ورجعت عملت القهوه بتاعتك الجميله، واتضح انه تقيل لدرجه اللي انا شفت مستقبلي قدامي. وقعدت نص ساعه بقول مش هشرب قهوه تاني، دلوقتي بقيت مدمن والله. في بقى نوع غريب جدا يصحى الفجر مخصوص مش عشان يصلي، لا عشان يشرب قهوه. يا ابني صلي. يعمل قهوه يخش البلكونه ومع اول بق يقول لك ياه سكون الليل ده بيسكن جوايا، وانت اصلا ساكن جنبه وسامعه كل يوم بيزعق نفس التوقيت ده. غالبا بيبقى بعد ما بيشرب القهوه. في ناس بقى دخلوا عالم القهوه بزياده، تعمقوا فيه من الاخر. تلاقيه بيطلب لك فلات وايت اوت ميلك، كابتشينو الموند ميلك، وتساله يا ابني هي فين القهوه؟ يقول لك يا عم ده ترند، وهو اصلا مشروب حليب نباتي بالاوهام. وانا بكون لسه مستني عم سيد يعمل لي القهوه. فرق طبقات. والقهوه مش بس مشروب، مرايه بتعكس كل واحد على حقيقته او ربنا. اللي بيشربها وهو ساكت، واللي بيشربها وهو بيفتي، واللي بينكد على نفسه، واللي بيتمنظر على الناس. بس الحقيقه الوحيده اللي لازم تفتكرها، اللي بيشرب قهوه من غير ما يعدي على اصحابه فايته كتير. فنجانك دايما عامر مروق دماغك، وسيب لنا احنا نكتشف الناس واحده واحده بالقهوه كده. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واحنا عارفين احنا اتاخرنا عليكم، وباذن الله مش هنتاخر عليكم تاني. سلام. ركز معايا.